تعالوا نعمل رولات السبانخ مع الجبنة أو فطاير السبانخ مع الجبنة. أكلة اقتصادية وسهلة وخفيفة وهتعجبكم جدا. من أسهل وأحلى الأكلات اللي عملتها، وأنا شخصيا أكلتي المفضلة، وممكن أكلها كده على الغدا من غير أي حاجة. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بالسبانخ. حطيت هنا زيت زيتون، ممكن نستخدم زيت عادي، مع بصلاية متوسطة، وهبدأ أشوح فيها لحد ما تغير لونها. أحط كوباية من السبانخ المجمدة ومعلقة من الثوم. مهم قوي نصفي السبانخ كويس جدا من اي سوائل. وهضيف شويه توابل بسيطه، وبعد ما تبرد هضيف عليها جبنه كريمي او فيتا مع الموتزاريلا. وبعد كده هجيب طبقات الجلاش طبقه طبقه، هضيف عليها سمنه من جوه، وهبدا ادهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هحط عليها طبقه كمان، انا هستخدم طبقتين اتنين في كل لفه. وبرضو هندهنها بالسمنة او الزبدة او الزيت زي ما تحبوا، استخدموا المادة الدهنية اللي تحبوها. وبعد كده هاخد الخليط وهفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنلفها بالشكل البسيط ده. ممكن نسيبها رولات مفرودة زي ما هي كده في الصينية، وممكن نلفها على شكل دايرة زي ما عملتها. انا هلفها على شكل دايرة، حبيت شكلها كده اكتر. وبعد كده هرصها في الصينية اللي هدخلها بيها الفرن، وكمان هرش عليها رشة من السمنة تاني على الوش، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف وسط، لحد ما تستوي. هتاخد حوالي تلت ساعة بالكتير، وحقيقي ريحتها وطعمها خطير، جربوها هتحبوها.